اصحاب المعاشات وعيالهم اسمعوا الكلام ده وحطوه في دماغكم وسمعوه لكل الناس. البنت من حقها تاخد معاش ابوها، حتى لو موظفة، بس في الحالة دي بتاخد فرق السعر اللي ما بين المعاش والمرتب. يعني لو ابوها بيقبض 2000 وهي بتاخد مرتب 1000، بتاخد 1001. ليه؟ لأن ده الفرق بينهم. طب لو هي بتقبض 2000 والمعاش 2000، ملهاش معاش. طب لو بتقبض أكتر من المعاش، ملهاش معاش. طب لو متزوجة، ملهاش معاش. طب لو هي مطلقة، تاخد المعاش مدام مطلقة طلاق بائن. الطلاق الرجعي ما ينفعش. طب لو خلعة برضه تاخد معاش. طب لو هي لوحدها، حقها ايه في المعاشات؟ لها التلتين. طب لو معاها والدتها يبقى النص والنص. طب من حقها تجمع ما بين معاش ابوها وامها مع بعض؟ اه، من حقها تاخد معاش ابوها وتاخد معاش امها وبدون حد اقصى. وصلت يا ابطال؟ سلام عليكم.